واش شي مره فكرتوا كيفاش حركه بسيطه ديال الماء في واحد السد بعيد كتقدر في البلاصه في ديك اللحظه نيت تشعل الضوء في بيتكم او تخدم التلفازه؟ اليوم غادي نغوصوا في السر اللي مخبي وسط سلك نحاسي بسيط، وغادي نكتشفوا كيفاش كينقل الطاقه بهذه السرعه الخارقه. شوفوا، الفيزيائي العبقري ريتشارد فاينمان وصف هذه الظاهرة بأنها أعجوبة من عجائب الطبيعة. تخيلوها معايا، عجلة ضخمة كتدور في السد، وفي نفس اللحظة بالضبط آلاف المراتر الصغيرة في المدينة كلها كتبدأ تدور معاها. شنو الرابط بيناتهم؟ مجرد أسلاك نحاسية رقيقة. السؤال اللي حير العلماء هو كيفاش هذا التأثير كينتقل بهذه السرعة الخيالية. إذن يلا بينا ندخلوا لقلب هذا اللغز. شنو هو السر اللي مخبي في هذا السلك النحاسي، وعلاش هو بالذات قادر ينقل الطاقة بهذه الكفاءة العجيبة؟ الجواب كاين في العالم الصغير بزاف، عالم الذرات والإلكترونات. السر كله كاين في كلمة واحدة: النحاس موصل أو كوندكتور. شنو كتعني هذه؟ ببساطة، الإلكترونات ديالو ماشي شادة في بلاصتها، لا، هي حرة كتحرك كيف بغات بين الذرات، وكتشكل بحال شي سحابة ديال الإلكترونات اللي حرة، أو كما كيسميوها العلماء نويي ديليكترون ليبر. فالمعادن بحال النحاس، الالكترونات اللي كيكونوا في الطبقه الخارجيه اللي كنسميوها الكترونات التكافؤ، دايرين بحال شي دراري صغار كيبغيو غير وقتاش يهربوا ويلعبوا برا الدار. الارتباط ديالهم بالذره ديالهم ضعيف بزاف، وهذا الشيء هو اللي كيخليهم يتحركوا بكل سهوله من ذره لذره. وباش نفهموا مزيان الفرق، يلا نقارنوا الموصلات او الكوندكتورز بالعوازل اللي هما الانسوليتورز. فالموصلات كما كنا الالكترونات عندها الحريه التامه في الحركه، اما في العوازل بحال البلاستيك او الزاج الالكترونات بحال مشدودين بسلاسل قاصحين للذرات ديالهم، يعني مستحيل يتحركوا. مزيان، دابا عرفنا شكون هما الابطال ديالنا، الالكترونات الحره. ولكن السؤال هو كيفاش هاد الحركه ديالهم كتخلق لنا هاد القوه العجيبه؟ يلا نكتشفوا المعنى الحقيقي ديال التيار الكهربائي. بكل بساطة، التيار الكهربائي أو الكورون إلكتريك هو مجرد حركة منظمة ديال الشحنات الكهربائية. تخيلوه بحال شي نهار ديال الشحنات غادي وكيدوز في السلك. أي شحنة كتحرك راها كتساهم في هذا التيار. سهلة مهلة. ولكن واش كاع التيارات بحال؟ طبعا لا، كاين تيار اللي ضعيف وكاين تيار اللي قوي ومجهد. داكشي علاش كان ضروري نقيسوا القوة ديال هذه الحركة، أو كما كنسميوها في الفيزيك شدة التيار أو الانتنسيتي. المعادلة سهلة، ما تخلعكمش. شدة التيار اللي كنرمزوا لها بإي هي ببساطة شحال ديال الشحنة دي كيو كتدوز من واحد النقطة في السلك في واحد الوقيته اللي صغيرة بزاف، دي تي. تخيلوها بحال شي بوانطاج في مدخل ديال الملعب، كنحسبوا شحال من واحد داز في كل ثانية. هذاك هو المقياس ديال الزحام، أو في هذه الحالة شدة التيار. واخا دابا يمكن كل شيء كيبان واضح، التيار الكهربائي وحركه ديال الالكترونات صافي ياك. هنا فين كاين واحد التفكير الشائع اللي ماشي ديما صحيح. السؤال هو واش ديما الالكترونات هي اللي كتنقل التيار؟ الجواب ممكن يفاجئكم، والمفاجأة هي هذه. فالأسلاك ديال النحاس فعلا الإلكترونات هي المسؤولة، ولكن مثلا إلا درنا الملحة في الماء اللي كينقل الضوء ديك الساعة هما الأيونات الموجبة والسالبة. واللي كتر من هذا الشيء كامل هو أن الإشارات اللي كتمشي في الدماغ ديالنا والأعصاب ديالنا هي نيت تيار كهربائي كينقلوه الأيونات، يعني حنا براسنا خدامين بالكهرباء. اوكي، دابا من بعد ما فهمنا هاد الشيء كامل، يلا نرجعوا للسؤال الأصلي ديال فاينمان. كيفاش الإشارة كتوصل من السد للمدينة في غمضة عين؟ دابا عندنا كل القطع ديال البازل باش نحلوا هاد اللغز العظيم. فاينمان عطانا واحد المثال اللي هو صراحه عبقري. تخيلوا معايا واحد الانبوب عامر بالكرات، وحده لاصقه في الاخرى. الا دفعتي كره من هذه الجهه شنو كيوقع؟ ففي نفس اللحظه كتخرج كره من الجهه الاخرى. هذا الشيء اللي كيوقع تماما في الاسلاك. الالكترونات كيتنافروا، يعني كيدافعوا بيناتهم. فاش كتدفع الكترون من واحد الجهه كيدفع اللي حداه، وهذا كيدفع اللي حداه، وكتبقى الدفعه غاده في السلك كامل في البلاصه. وهنا فين كاين السر الكبير كله. كل إلكترون بوحدو كيتحرك بواحد البطء شديد، بحال شي واحد كيتمشى على خاطره. ولكن ديك الدفعة أو الإشارة الكهربائية، ديك الموجة ديال التنافر هي اللي كتسافر في السلك بواحد السرعة قريبة بزاف من سرعة الضوء. كنهضروا على السرعة اللي العقل كيحبس فيها، تقريبا 300 ألف كيلومتر ماشي في الساعة، في الثانية الواحدة. يعني الإشارة تقدر تدور على الكرة الأرضية أكثر من 7 ديال المرات في ثانية واحدة. هادشي علاش فاش كتورك على البوله كتشعل ديك الساعة واخا تكون محطة ديال الكهرباء بعيدة عليك بآلاف الكيلومترات.
وهذه السرعة الخارقة ديال الإشارة الكهربائية هي الأساس اللي مبنية عليه الحضارة ديالنا اليوم، هي اللي كتخلي المكالمات توصل في البلاصة، هي اللي كتخليكم تشوفوا هذا المحتوى دابا، وهي اللي كتخلي الانترنت والمعلومات كلها توصلنا في رمشة عين من أي بلاصة في العالم. إذن فهمنا كيفاش الإشارة الكهربائية كتسافر بسرعة الضوء تقريبا. السؤال اللي كيبقى مطروح هو شنو هي الحدود ديال هذه السرعة؟ واش إذا فهمنا حركة الإلكترونات بشكل أعمق وأدق غادي نقدروا في المستقبل نصنعوا أجهزة كمبيوتر واتصالات أسرع من الخيال؟ المستقبل ديال التكنولوجيا يمكن يكون مخبي في قلب هذا السلك النحاسي البسيط. شنو رأيكم؟